منفوحة. وده اكتر حي في الرياض، زحمة جدا وفي مصريين. والنهارده هنبدأ سلسلة تاكل ايه في احياء السعودية. فطار وغدا وعشاء، ودلوقتي يلا بينا على الفطار. يلا بينا. ودلوقتي هنبدأ بالفطار، والفطار ما يحلاش غير من فلفلة. شوية فول رايقين بالزيت الحار مع البهارات وودي يا معلم، مع شوية طعمية سخنين محشيين كده يا باشا. ويلا يا باشا بسم الله، فطار مصري اصيل. طبق فول بالزيت الحار، طعمية محشية، وننهي بالمسقعة. وطبعا بعد فطار زي ده لازم نحبس بعصير قصب. كوبايه على الرايق. وبسم الله. وغدانا هيبقى من شيخ البلد. ونبدأ بطاجن اللحمة. وانا هبدأ بالكشري. بسم الله. وبعد ما اتغدينا وكلنا كشري وطواجن، رحنا قهوة في المنفوحة وحبسنا بكوبايتين شاي يعدلوا المزاج. ويا سلام بقى لو حطيت لك معاه كمان عودين نعناع كده ولا حاجه. وبعد ما حبسنا بالشاي رحنا المحمصة، جبنا شوية لب وفضلنا نتمشى في شوارع المنفوحة. وطبعا العشاء حواوشي وسجق واكل حرش. يلا بينا. وبعد ما نزل لنا الاكل بدانا بالحواوشي اللي كان جواه لحمه بلدي، والمصري الاصيل هيغرقه في الطحينه ويدوق واضرب يا باشا جامد وعلى الرايق الصراحه. بعد كده جربنا الجرجير وشوربه لسان العصفور، وبعد كده دخلنا على الوجبه المفاجاه دي، والوجبه دي عباره عن رز وخضار وربع فرخه وشوربه لسان عصفور وسلطه، وكل ده ب 15 ريال. والوجبه كانت مشبعه جدا وتكفي فرد مرتاح. بعد كده دخلنا على السجق او الصدق وكان رهيب. وطبعا بعد الاكله الحرشه دي لازم نحل بقى من مستر ميلك في المنفوحة، ناكل رز بلبن وقشطوطة وعصاير جامدة جدا. يلا بينا. بدأنا أول حاجة بالقشطوطة الجميلة دي، خطيرة. وبعد كده جربنا العصاير والفخفخينة، ومش هعلق اسمع بنفسك. وده كان يوم كامل في المنفوحة. اكتبوا لنا في الكومنتات نروح اماكن ايه تاني. ويلا سلام عليكم.